السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا جماعة مع مصطفى حمدي وقناة فود اند جيم. ان شاء الله الفيديو النهاردة سهل وبسيط وعلى قد الايد. كالعادة بكل سعادة يا جماعة. بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع زي ما احنا قلنا يا جماعة في البداية، اي حد بيقدر يعمل الاكل اللي احنا بنعمله بفضل الله، عشان خاطر بيبقى الموضوع سهل وبنعمله واحدة واحدة بخطوات ورا بعض كده بسيطة، والمكونات بتبقى موجودة كده كده في البيت، فما فيش تكلفة خالص الحمد لله. فواحدة واحدة كده ان شاء الله نبدأ يا جماعة. معانا الدبابيس، البطاطس. الموضوع سهل يا جماعة، زي ما بكرر كل مرة، اي محتوى بنعمله بفضل الله علينا بيبقى الموضوع بسيط خالص. معانا الدبابيس حوالي كيلو. معانا البطاطس، قشرناها وحطيناها في ميه شوية. معانا رشة ملح، معانا جنزبيل وقرفة وفلفل اسود وحبهان مطحون. مكونات التوابل بفضل الله بتبقى عندنا متوفرة. هنبدأ كده واحدة واحدة. نجيب الحاجة على جنب ونبدأ في تقطيع البطاطس. في البداية هنقطع البطاطس يا جماعة بمكعبات صغيرة، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، عشان خاطر البطاطس دي هتتسلق. هنحطها في ميه ونسلقها، بس مش هنضيف عليها اي حاجه واحنا بنهرسها يا جماعه. انا عايزها تبقى متماسكه كده. بدأنا في البدايه بعد ما حطينا البطاطس على النار عشان تتسلق، جبنا طاسه وحضرناها والزيت اتقدح سنه. نزلنا بالدبابيس زي ما احنا متفقين يا جماعه. الموضوع بص واحده واحده ماشيين مع بعض، مش هنتوه من بعض. نمشي بنفس الخطوات وإن شاء الله النتائج تطلع زي ما احنا بنأمل. فإن شاء الله واحدة واحدة كده هناخد الصدمة زي ما احنا شايفين بعد دقيقتين تلاتة على النار. بصوا يا جماعة، بقت صدمة في كل الفرخة كلها خدت الصدمة. ونبدأ بقى ننزل المية السخنة عشان خاطر الفراخ تتسلق، ونحط عليها كل التوابل اللي احنا قلنا عليها. بس نحاول ان احنا نغطي كل الفراخ او الدبابيس اللي عندنا بالميه عشان خاطر تتسلق كلها سلقه واحده. ما تبقاش في دبوس مش مستوي ودبوس مستوي وجنب مش مستوي وجنب مستوي، لا احنا عايزين كل الميه تبقى مغطياه ان شاء الله وتتسلق سلقه واحده. ونضيف عليها التوابل واحده واحده كده اللي احنا قلناها في البدايه: الملح والجنزبيل والحبهان والفلفل والقرفه. هتعمل يا جماعة أحلى شوربة. احنا ممكن في ناس بتحتفظ بالشوربة دي نحطها في كيس ونحطها في الفريزر في أي حاجة، عشان خاطر ما نحطش مرقة الدجاج. أي حاجة زي كده ممكن نضيفها في الفريزر. دلوقتي يا جماعة زي ما احنا شايفين البطاطس هنبدأ نهرسها بعد ما اتسلقت. ومعانا اهي الدبابيس بعد ما خلصت خالص برضو استوت وبقت مية مية. معانا الجبنة الموتزاريلا، جبنة شيدر مبشورة، دي حسب الرغبة، وشوية بقسماط مطحون ورشة فلفل أنا آسف رشة ملح ورشة بابريكا. يلا يا جماعة نهرس البطاطس مع بعض كده واحدة واحدة. أنا برضو زي ما قلنا يا جماعة مش هنضيف عليها ولا زبدة ولا هنضيف عليها لبن. أنا مش عايزة كريمي. في أوقات بنبقى محتاجين البوريه كريمي، وفي وقت من الأوقات بنبقى محتاجين اللي هو متماسك من بعض. لا احنا عايزينه المرة دي يبقى متماسك زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. بنهرس براحتنا بواحدة واحدة كده عشان نوصل لكل بطاطساية ان هي اتهرست على الاخر. هنقعد نهرس فيها لحد ما نحس ان هي فعلا كده بقت كويسة. بصوا يا جماعة، الكتل دي انا عايزها لسه، يعني انا عايز ابقى امسكها. تعرفوا ليه دلوقتي وانا بمسكها وبظبطها في الشغل؟ انا عايزها تبقى ماسكة نفسها، مش عايزها تبقى كريمي. انا هرسها هرسة حلوة نطمن ان البطاطس كلها اتهرست. بصوا يا جماعة هنقلب كده نشوف نتأكد ان مفيش حاجة واحنا بنقلب بالمعلقة خشب. نضغط كده على لو في قطع صغيرة عايزة تتهرس
كده انا شايف اللي هي بقت 100 100. هنحضر بقى يا جماعة الدبابيس. بصوا يا جماعة الدبابيس هنعمل بيها ايه؟ هنخليها خالص، يعني هنطلعها من الدبوس بتاعها العظم. بس نبدأ كده نطلعها حتة حتة، ونبقى بالراحة على ايدينا يا جماعة. زي ما احنا شايفين الموضوع سهل. هي اول واحدة بس هتلاقي ايه، فاهم؟ في البداية كده واحدة واحدة هنطلع كل اللحمة اللي فيها، ونخلي العظم لوحده، يعني الفراخ لوحدها والعظم لوحده. انا شايف كده ان اللحمة كلها بفضل الله طلعت. مفيش اللي هي الحتة القرقوشة دي، هنشيلها على جنب بعدين. ونجيب واحدة تانية نفس القصة. موضوع سهل وبسيط يا جماعة، ما نصعبش حاجة على نفسنا. بالسكينة اهو، ولو احنا مش عايزين نشتغل بالسكينة بنشتغل بايدينا كأننا بنفصصها، يعني ده متاح وده متاح. كده يا جماعة انا شايف ان الموضوع سهل وبسيط. كده بعد ما خلصنا خالص يا جماعة، بقت اللحمة لوحدها والدبوس لوحده اللي هو العظمة. يعني الموضوع سهل وبسيط ومخدش معانا وقت خالص يا جماعة. هنبدأ نجيب، في ناس بتحب القطع تبقى كبيرة فممكن نقطعها بالسكينة، في ناس بتحب المكونات تخش في بعضها. هنحطها ضربة بسيطة، نص ضربة مش ضربة كاملة كمان، نص ضربة في الكبة. لو مش متاح هنقطعها بالسكينة يا جماعة كده، نفرمها كأننا بنفرم أي حاجة. موضوع برضو مش محتاج أي حاجة يا جدعان. زي ما احنا شايفين حطيناها في الكبة، هنضربها نص ضربة زي ما احنا شايفين شكلها عامل ازاي. بعد ما نضربها في النص ضربة في الكبة هتطلع يا جماعة بالشكل ده. يلا يا جماعة بقى نبدأ الشغل اللي على الحق. هنجيب هنرجع تاني البولة بتاعت البطاطس المهروسة او البطاطس اللي احنا هرسناها، ونضيف عليها الفراخ. وبصوا بقى معايا يا جماعة وركزوا في اللي جاي ده، عشان هو اللي جاي ده هي الأكلة. كل اللي احنا عملنا ده بنعمله. هنضيف الفراخ على البطاطس ونحاول نقربهم كلهم مع بعض. بس في البداية هنقلب شوية كده اهو في البداية. وبعد كده نبدأ نضيف التوابل بتاعتنا اللي هي الملح والبابريكا. موضوع سهل وبسيط يا جماعة، لحد وقتنا هذا احنا ماشيين بخطوات ما بنتوهش من بعض، مركزين عشان خاطر الأكلة تطلع بنفس الخطوات ونفس اللي احنا ان شاء الله بنرجوه. حطينا شوية اللي هي حوالي ربع كوب من البقسماط المطحون عشان يمسك معانا يا جماعة. الناس اللي بتعمل كفتة عارفة الموضوع ده، فدي نفس القصة. وهنضيف الجبنة الموزاريلا وهنضيف الجبنة الشيدر. الشيدر يا جماعة لو مش متاح خلاص، لو متاح موجود زي الفل، هيدي شكل وطعم ولون. هنقعد نقلب المزيج كله يا جماعة زي ما احنا شايفين مع بعض كده لحد ما نحس اللي هي بقت حاجة واحدة، ما نزهقش وما نملش. نضيف اللمسة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده يا جماعة بعد حوالي 5 6 دقايق من ان احنا عمالين نقلب فيها لحد ما المزيج بقى واحد، هنبدأ بقى نجيب المكون دوت ونعمله كأنه دبوس تاني، إعادة تصنيع الدبوس. والله يا جماعة ان شاء الله هيعجبكم قوي 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 الاكلة دي، والاطفال هيتبسطوا منها جامد. فيها كل المكونات الغذائية الجميلة. بدل ما اقول له خد الورك لوحده والبطاطس لوحدها، لا انا اصلا مش عارف بحب ايه، لا انا بحب، لا هو هيحب شكلا وطعما وكل حاجة. يعني هو يبقى حابب وهو ماسكها كده، هتبقى طعمها تحفة 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 يا جماعة. ان شاء الله هتجربوها وتقولوا لي. زي ما احنا شايفين هنحطها في البيت، بعد كده هنحطها في الدقيق، بعد كده البيض، بعد كده بقسماط، بعد كده نرجع نحطها في طبق سيرفيس. زي ما احنا شايفين يا جماعة بصوا بقى ورك تاني. حتى لو تلاحظوا يا جماعة بقى ورك عامل زي الورك اللي هو بتاع توم وجيري. لو ملاحظين يا جماعة يعني حاجة كده شكلها تحفة وجميل، والأطفال هيحبوها جدا جدا جدا. وهفكركم اللي انتوا هتعملوها أكتر مرة والأطفال هتبقوا حابينها، لأن هي نفس الأكلة، نفس المكونات يا جماعة. والله يعني ما بنعملش حاجة جديدة، مش يعني احنا ايه، بنحاول نعيد هيكلة الأكلة تاني.
يعني الاكله بتتعمل بصوره معينه تقليديه، لا المكونات دي يا جماعه هنجمعها مع بعض ونعملها باكله جديده خالص. احنا حتى ككبار هنحب الموضوع، لان خلاص احنا اعتدنا الاكل. كل يوم هنعمل ايه؟ كل يوم هنعمل ايه؟ طب ما هي اللي هنعمله بس بطريقه تانية. وبلاش السؤال ده يا جماعه، عشان السؤال ده بيضايق ناس كتير والله، بالاخص الرجاله. زي ما احنا شايفين يا جماعه دبوس كده بقى زي الفل. نبدا نعمل واحد كمان. بصوا يا جماعه الموضوع سهل جدا، يعني مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده ولا اسرع من كده. موضوع ما خدش معانا دقايق كده يا جماعه، احنا شفناها اكتر من مره. موضوع سهل وبسيط. ونبدا بقى نحضر للي جاي. احنا دلوقتي عملنا الخطوه دي وقررناها قدام بعض عشان نعرف نعملها ازاي. بص الموضوع يا جماعه، بص خلاص يعتبر دي خلصت. نبدا بقى نخش في الخطوه اللي بعديها. الفراخ كده زي ما احنا شايفينها في الاخر خالص، بعد ما حطيناها في الفريزر حوالي 5 دقايق او اقل. بصوا يا جماعة بقت ماسكة نفسها ازاي. فالموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. شكلها حتى تحفة يا جماعة والله. ايه الدبابيس اللي شبه بعض كلها دي. حضرنا زيت غزير في حلة. هنضيف واحدة واحدة بس نتأكد يا جماعة ان الزيت غلا، عشان خاطر ما تشربش زيت. بص زي ما احنا شايفين يا جماعة، هي ما بتاخدش على الزيت على فكرة، ما يعني ثواني بسيطة خالص وبنطلعها. يعني لان البطاطس مسلوقة والفراخ مسلوقة، فكل حاجة اصلا مية مية. هي بس هتاخد الوش الخارجي. ونبدأ نراقبها كده يا جماعة عشان خاطر ما تتحرقش. انا عايزة تبقى لونها ذهبي زي ما انا هطلعها لكم دلوقتي. بس ثواني كده. هي هنا كده يا جماعة من كل الجوانب. انا ليه بقول لك زيت او بقول لك زيت غزير؟ عشان خاطر تبقى مرة واحدة، احنا مش هنقعد نقلب فيها. بصوا يا جماعة طالعة عاملة ازاي. طالعة هتبقى تحفة اكلا وشكلا ولونا وكل حاجة يا جماعة. والله بجد أكلة بإذنك يا رب هتعجبكم جامد جامد جامد. ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير والدعم من لأخوكم وحبيبكم. وبحب أشكر كل اللي بيدعموني يا جماعة بجد. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا أبدا أبدا. بصوا يا جماعة بقت عاملة ازاي. تحفة 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 تحفة. حاجة كده ملهاش حل. يلا يا جماعة نبدأ نشوف بعد ما رصصناها بعد ما خرجت بقى منظرها عامل ازاي. بقى منظرها تحفة وجميل جدا وهيعجب الأطفال إن شاء الله. وأنا عايز أقول لكم اللي اتبقت معايا شوية بطاطس المكونات اللي احنا عملناها دي. فبعصيان الشيش طاووق كسرناها وعملناها وطلعت برضو زيها زي الدبابيس. فإن شاء الله مفيش حاجة عندنا بتترمي. ويلا بينا يا جماعة على أهم فقرة، فقرة التذوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصلنا لاخر فقره يا جماعه اللي احنا بنحبها كلنا، وهي فقره التذوق. ان شاء الله الحاجه تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها. هي موضوع سهل وبسيط زي ما احنا قلنا في الفيديو يا جماعه، ان الحاجه هي بنعملها بس بنعملها بمختلفه عشان خاطر الاولاد ياكلوها واحنا نبقى مستمتعين واحنا بناكل. هنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول رحم الله والدي والدتي. بس بالاساس انا هعرض لكم بس الحاجه دي. بصوا يا جماعه عامل ازاي. موضوع خيال. موضوع بص مفيش احلى من كده اهو. بص يا جماعه حاجه كده ما شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه دي؟ ايه الجمدان ده يا جماعه. بتدوب في البق. اكله جميله سهله وفعلا بتدوب في البق. يعني اي طفل لو كلها هيستمتع بيها جامد جدا 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 يا جماعه. بصوا يا جماعه عامله ازاي من القلب. بصوا قلبها عامل ازاي. قلبها ابيض. قلبها ابيض والله. ونقول يا جماعه الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.